السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله يتلقاكم فيديو وانتم في اتم الصحة يا رب العالمين. اليوم جيت نشارك معكم من معسلات رمضان اسهل معسلة ممكن تحضروها لمائدة الافطار. السيجار بالكاوكاو كيجي بهذا الشكل، كيجي مقرمش والحشوة ديالو كتجي بنينة. الطريقة اللي جات سهلة ومبسطة. نبداو على بركة الله. عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو. هنا خديته بالقشور ديالو حمرته في الفران. بالنسبه للتحميره ديال الفران كيجينا لون موحد، ممكن نضيفوا حتى كاوكاو البلدي. هنا عندي كاس ونص ديال السكر سنيده. الا كنتو عرفتوا الماكينه عندكم ما كطحنش مزيان، من الاحسن تضيفوا سكر كلاصي. فهنايا غادي نطحن الكاوكاو ديالي مزيان حتى نحصل على العجينه. ما غاديش نضيف ليه لا زيت لا زبده، غير هو يطلق ليدام ديالو. نطحنوه مزيان بحال هذا الشكل. انا خدا ليا شويه الوقت كنبقى نطحن ونحبس وعاوتاني نطحن حتى حصلت على هذا القوام. ملي كنشدوا العجينه ديال الكاوكاو بهذا الشكل كتجمع لينا، ومني غادي نجيو نحربلوها دغيا كتحربل ما كتفرتتش. فانا غادي نضيف معلقه صغيره عامره ديال القرفه وتقريبا 2 معالق كبار ديال ماء الزهر، وغادي نضيف واحد الشاصي ديال الزهر. ضيفوا يعني المسكه حره كتبقى اختياريه، انا ما ضفتهاش. بالنسبه للشاصي ديال الزهر ممكن نضيفوا غير الفاني بوحدو. كنبقى نعجن العجينه ديالي مزيان بهذا الشكل. قد ما عجنتو العجينه ديال الكاوكاو مزيان كتزيد عاد كتطلق ليدام ديالها، يعني ديال الكاوكاو، حتى ملي كتجي في الحشوه في العماره ديال السيكار كتجي رطبه هشيشه، ما كتجيش قاصحه. فهنا كناخذ غير مقاطع كنبينهم لك، ما انا كنشدها كنعجنها مزيان غير باش ما يجيش الفيديو طويل. كنبغي ندير فيديو قصير، يعني كل وحده ما شاء الله عارفه في دارها كيبقى غير فيديو كنشاركو معكم. بالنسبه هنايا استعملت الورقه ديال الفيلو. ورقه ديال الفيلو راه دغيا كتكرم. هنا غادي نقسمها على النص. بالنسبه للكميه اللي احتاجيت غير نص ديال ورقه ديال الفيلو، تقريبا هي فيها كيلو. قول احتاجيت نص كيلو اللي احتاجيت، والنص اخر خليته غادي نستعملوه في شي وصفه اخرى. فانا غنقسمها على 2. نص اخر غادي نرجعو للثلاجه، والنص اخر غادي نحاول نحل ورقه ورقه ونحاول دغيا نغطيه بالميكا باش ما تكرمش لينا الورقه دغيا كتكرم. يعني الورقه معمرينها بمايزينا كتجي صراحه هي زوينه، غير هي شويه صعيبه في الخدمه، خصك يعني تزربي. فهنا هذه جمعتها درتها في الثلاجه، والاخرى غادي نحلها معكم وغادي نغطيها بالميكا. باش تجيك الخدمه سهله هنا كنحل ورقه وورقه بهذا الشكل. فكنحطهم جانبا وكناخذ واحد الكيس ديال الميكا كنغطيهم باش ما ينشفوش معنا. كما قلت لكم من قبل دغيا كتنشف معنا الورقه بهذا الشكل، يعني كناخذ وحده من وحده دغيا فنغطيهم. بالنسبه للكاوكاو حتى هو كنحبلو وكنخليه جانبا حدايا في واحد الطاوه، وكنبقى نشد الورقه ديالي كندهنها بواحد الدهنه خفيفه. ما تكثروش الزبده بزاف، هي اصلا ورقه شابعه مزينه وشابعه زبده دغيا كتهرس. الا كثرتوا الزبده بزاف فملي كطيب في الفران ديك الورقه دغيا كتهرس. ملي كتهزو يعني كتهزو هكا حبه ديال السيجار كتهرس معكم غير في اليد قبل ما تضيفوا ليها العسل. فكنحلبلها بهذا الشكل، كنحطها في الطاوه ديالي. بالنسبه للطاوه ديالي راه كل ما كنحط شي سطر من هذا السيجار كنغطيه بالسلوفان بهذا الشكل. فهنا غناخذ القياس ديالي باش غادي نقطع السيجار. هنا غادي نحتاج كيتور الا كان شي مصماضي، مهم غير باش تجيكم القطعه مقاده. بالنسبه هنايا عندي 30 سنتيم في السيجار، غادي نقطعها غادي نقسمها على 5 ديال الطراف. هنا كان طراسي كل طرف درت فيه 6 سنتيم. فغادي ندوز لجهه اخرى غادي نولي نقطعهم بهذا الشكل باش يجيونا السيجارات ديال الكاوكاو متساويين. بالنسبه للفرن كنكون شعلته من قبل لتحت. قبل ما ندخل الصفيحه للفرن كندهنها بالزبده، واحد الدهنه اللي خفيفه بهذا الشكل، فكتا كطيب لينا من التحت
يعني كتبان ديك القشره بدات كتحمر، عاد كنشعلوا عليها من الفوق تاخذ اللون تاعها كيجي مذهب. غير راقبوها راه دغيا الورقه تطيب. ملي كنخرجوها مباشره تنكبوا عليها العسل وكنديروها في شي بواطه تكون محكمه الاغلاق، وكتبقى مده طويله ديك القرمشه، كتبقى لمده طويله. فنتمنى ان شاء الله فيديو اليوم ينال اعجابكم، ونخليكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله باذن الله.